عايزين المشجع الكروي الجميل دلوقتي ميعادنا مع نشرة أخبار النادي الأهلي وكرة القدم المصرية. فصل على النبي وما تنساش اللايك والفولو، دعم لحبيبك أخوك محمد محسن. ويلا بينا بسرعة نبدأ النشر. رسميا تم التأكيد على جاهزية محمد الشناوي وأحمد السيد زيزو وكريم فؤاد بعد عودتهم من الإصابة لمباراة النادي الأهلي أمام نادي بتروجيت، المباراة اللي هتكون يوم الأربعاء 29/10 الساعة 8 مساء. أما بالنسبة لإمام عاشور وحالته الصحية، فإمام عاشور في طريقه للعودة إلى الملاعب بعد اقتراب شفائه من فيروس إيه. إمام عاشور خلال 48 ساعة هيعيد التحاليل اللي بنسبة كبيرة جدا بأمر الله هتكون إيجابية، وإمام عاشور قريب جدا هنشوفه تاني في الملاعب علشان يجهز نفسه بنسبة 75% إن هو يكون موجود مع النادي الأهلي بطولة السوبر المصري اللي هتكون في الإمارات. أحمد نبيل كوكا ومروان عطية رسميا هيغيبوا عن مباراة النادي الأهلي أمام نادي بتروجيت. أحمد نبيل كوكا بسبب الطرد اللي خده في مباراة النادي الأهلي أمام نادي الاتحاد السكندري. أما بالنسبة لمروان عطية فهيغيب عن النادي الأهلي في مباراة بتروجيت بسبب تراكم البطاقات الصفراء. رسميا النادي الأهلي بيتقدم بشكوى للكاف ضد الحكم السنغالي ويطلب بعدم إيقاف جراديشار في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ورسميا النادي الأهلي استقر على السفر إلى الإمارات يوم 3 نوفمبر استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري. وبعد ما طلعت إشاعات كتير عن تغيير مواعيد مباريات كأس السوبر المصري، عايز أقول لحضرتك إن لا تعديل في مواعيد مباريات كأس السوبر المصري اللي هتبدأ يوم 6/11. مباراة النادي الأهلي هتكون أمام سيراميكا كليوباترا يوم 6 نوفمبر الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة. أما النهائي فهيكون يوم 9 نوفمبر الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة. وبالنسبة لبطولة السوبر المصري فاتحاد الكرة المصري استقر على إسناد مباراتين نصف النهائي إلى طاقم تحكيم مصري. أما بالنسبة لمباراة تحديد المركز الثالث فتم إسنادها لطاقم تحكيم إماراتي، وبالنسبة للنهائي فهيتم إسنادها لطاقم تحكيم أجنبي. أما بالنسبة لمنتخب مصر فمعسكر منتخب مصر هيكون خلال الفترة من 10 نوفمبر حتى 18 نوفمبر. الفترة دي منتخب مصر هيلعب فيها مباراتين وديتين في بطولة ودية. أول مباراة هتكون يوم 14 قدام منتخب أوزبكستان، وفي مباراة تانية يوم 18 هتكون أمام يا إما إيران يا إما كاف فيردي على حسب اللي هيكسب. وللناس اللي بتقول إن النادي الأهلي هو نادي الدولة، عايز أقول لحضرتك خبر إن رسميا نبيل عماد دونجا ضمن قائمة نادي الزمالك اللي هتسافر للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري. بدون دخول في تفاصيل كتير، دي حاجة صغيرة جدا بتبين لك مين هو نادي الدولة الحقيقي. وبيراميدز